أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. كنا نتكلم عن طالب العلم. هذا السؤال دائما يطرح. طالب العلم لما يبدأ بالدروس الحوزوية يريد أن يصل إلى مرتبة عالية، مرتبة التي غايتها الخدمة للدين، ولذا يسأل: أي طريق أسهل وأقوى للوصول إلى مرتبة عالية لخدمة الدين؟ يريد طالب العلم يتفوق إلى مرتبة يقدر أن يخدم الدين ويكون له بصمة في نصرة الدين. هذا غرض طالب العلم، لأن طلاب العلم على ثلاثة أقسام. قسم لا يدري لماذا انتخب هذه الحرفة ويدرس. لما تسأل من لماذا انتخبت هذه الحرفة يقول إن شاء الله نشوف. هذا لا يفيد، لا يصل إلى أدنى مرتبة من المعرفة. القسم الثاني من الطلاب تسأل منهم: لماذا انتخبتم هذا الطريق؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لماذا انتخبتم هذا الطريق؟ يقول: نريد نخدم الدين ونشوف إن شاء الله أي شيء يقع في المستقبل. هذا الشخص هم لا يتوفق في تحصيله. وأما قسم الثالث، لما تسأل من لماذا انتخبتم هذه الحرفة يقول: أول العلم معرفة الجبار، وآخر العلم تفويض الأمر إليه. أنا لبيت نداء الله سبحانه وتعالى، قال: لولا نفر قلت لبيك، وبدأت بالدروس، وبجد أقرأ الدروس وأحصل المعرفة وأفوض الأمر لله. غرضي خدمة الدين، غرضي نصرة الدين، غرضي خدمة لمباني أهل البيت روحي لهم الفداء. وهذا الشخص الله سبحانه وتعالى يأخذ بيده، وبالنهاية هذا الشخص يوفق في دروسه في تحصيله. الله سبحانه وتعالى يوفقه. لماذا؟ لأن بإخلاص دخل أن يدرس حتى يخدم الدين، ليس له غرض آخر، ولا يكون مرددا في تحصيله أو في سلوكه. لا، تسأل منه يقول: هذا أخدم الدين، أخذ معارف أهل البيت حتى أصل إلى نقطة أقدر أخدم الدين، أدافع عن القرآن، أدافع عن رسول الله، أدافع عن أهل البيت روحي لهم الفداء، عن مبانيهم وكلماتهم وسلوكهم وأخلاقهم ومعرفتهم. كل هذا في بالي، أن أستمر طول السنين لأن أخدم الدين. طبعا خدمة الدين تحتاج إلى شخصية نظيفة عالمة، شخصية نزيهة عن الذنوب، ويكون شخصا لما يرونه الناس يذكرون الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنك ترى في وجناته المعنوية نفحات من أخلاق أهل البيت، ملامح من معارف أهل البيت. ولذا الإنسان لما يشوفه يقول: هذا الشخص نزيه نظيف عالم متقي متدين، مشي يؤثر في المجتمع.
كلامه يؤثر في المجتمع. الشخص الذي بدأ بالدرس خالصا مخلصا لنصرة الدين لا بد أن ينظر إلى أستاذه. الأستاذ له دور مهم في سعادة الشخص، في سعادة طالب العلم. ولذا قال أمير الكون علي بن أبي طالب: لا يؤخذ العلم إلا من أربابه. وقال روحي له الفداء: ما لي أرى الناس إذا قرب إليهم الطعام ليلا تكلفوا إنارة المصابيح ليبصروا ما يدخلون بطونهم، ولا يهتمون بغذاء النفس بأن ينيروا مصابيح ألبابهم بالعلم ليسلموا من لواحق الجهالة والذنوب في اعتقاداتهم وأعمالهم. شوف إمام الحسن روحي له الفداء شي يقول: دققوا في كلمات أهل البيت، هذا طريق السعادة، طريق النجاح. طالب العلم إذا يريد أن يكون له اسما خالدا في الدنيا والآخرة، في الدنيا الناس يذكرونه بعنوان شخصية بارزة مدافع عن الدين، وفي الآخرة مأواه هي الجنة، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. شوف إمام الحسن شو يقول: عجب لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يزكيه. ما يفكر بهذا القلب الذي هو بالنهاية إذا صارت ملكة إلهية في وجوده لا ينحرف. لأغوينهم أجمعين، كلهم. الشيطان حلف: أنا أدخل في جسم الإنسان، الوسوسة تبدأ: لا تدرس، لا تمشي، شنو الدنيا تنتهي، شنو فائدة الدرس، شنو كيف، روح وراء للذات الدنيا. الشيء الذي يقدر أن يحفظك أمام هذه الوسوسة هي التقوى. والأستاذ له دور مهم لما ينصحك ويقول لك كذا وكذا وكذا وكذا. هذا الوجود يترسخ فيه المعنوية، يترسخ فيه العلامات الإلهية، إرشادات أهل البيت. ولذا لما يريد أن يغويك لا يؤثر إغواؤه، لأن صارت لك ملكة معنوية إلهية تدفع الفساد، تدفع ما يريد أن يهلكك ويجرك إلى الفساد، إلى الهلكات. ولذا الإمام الكاظم عليه السلام يقول: يا هشام، نصب الحق لطاعة الله ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني. انتبهوا، لا علم إلا من عالم رباني. إمام الكاظم روحي له الفداء يقول لهشام، أول يسوي مقدمات، يبين مقدمات، وبعد ذلك يقول: لا علم إلا من عالم رباني، ومعرفة العلم بالعاقل. هذا الأستاذ يعطيك إرشاد، يفتح لك المجال، يعطيك نورانية. إذا كان أستاذا متدينا مؤمنا بارعا عالما فاديا نفسه إلى الدفاع عن المباني الحق، دفاع عن أهل البيت، دفاع عن القرآن، دفاع عن رسول الأعظم، الدفاع عن الصديقة الشهيدة. بالنهاية الدفاع عنهم هو نصرة الدين، لأن الناس لما يعرفون
أهل البيت روحي لهم الفداء، يعرفون القرآن، يعرفون رسول الأعظم، يعرفون صديق الشهيدة، يذهبون إلى أن يقرؤون يتعلمون حول هؤلاء ويكسبون معارفهم. ولذا قال بينوا محاسن كلامنا. الناس إذا دروا محاسن كلامنا ينجذبون لنا. ذكر عن زيد الشحام عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت: ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. من تأخذ العلم؟ لابد أن تتدبر في أستاذك وتتأمل فيه، تبحث تشوف منه عنده وجنات إلهية، وجنات معنوية. وإن شاء الله نستمر بالكلام بجلسات الآتية، والحمد لله رب العالمين.